السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن والدول العربية كافة، كاع اللي كيتفرج في هذا الفيديو كنوجه ليه تحية كبيرة، وكنقول لكم شكرا على الدعم وعلى التتبع ديالكم في هذا الفيديو. كما كتلاحظوا معايا غادي نشارك معكم مقتطفات أو لقطات من نهار يوم عيد الأضحى المبارك. هادشي راه كنت صورت لكم نهار العيد، ويلاه كتاب أنني نحطو لكم، ونتمنى تقبلوا على هاد اللقطات اللي صورت لكم أو المقتطفات اللي صورت لكم هنايا في المنزل ديالنا في الباديه. وما تنساوش كما كنقول لكم تشجعوا ودعموا القناه بالاشتراك هكا اللي مازال ما اشترك في القناه، والاعجاب وشي تعليق ايضا فضلا منكم وليس امرا. ودابا خليكم على الفيديو وفرجه ممتعه والى فيديو جديد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن والدول العربية كافة، كاع اللي كيتفرج في هذا الفيديو كتوجه ليه تحية كبيرة وعواشركم مبروكة، تعيدوا تعاودوا باش ما كتمناو إن شاء الله. لكن ما كتلاحظوا معايا بغينا نشاركوا معكم مائدة الفطور، وهكا نباركوا لكم العواشر وعيد مبارك سعيد للجميع. هذه هي الطبلة ديالنا المتواضعة البسيطة، نتمنى تقبلوا عليها. هنايا كاين المسمن. بالنسبه للتحضير ديال المسمن راه كنت شاركته معكم في القناه، غادي تلقاوه في القناه شحال هذه في الفيديوهات القدام. وهنايا هذه كيكه بالمول العجيب راه حضرت معكم في الفيديو السابق. هذه بالكريمه ديال الفلو ديال الشكلاط، غادي تلقاوها في الفيديو السابق الا بغيتو تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنايا بغرير كما كتلاحظوا معايا، بغرير حتى هو راه شاركته معكم في القناه باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. وهنايا المسمن راه درتو على 2 طباصل، والبغرير حتى هو راه قسمته على 2 طباصل هكا. وهنا عندي كيكه، هذه كيكه عاديه، كيكه اللي كنقسموا على 2، واحد النص كنخلوه بيض والنص ببودره الكاكاو. كيكه ديال الحمار الوحشي اللي كيقولوا لها الحمار الوحشي. والفطور عادي هنايا كما كتلاحظوا معايا. نتمنى هاد المائده تقبلوا عليها وتنال الاعجاب ديالكم. مائده اللي بسيطه جدا، وكل واحد راه خيره في دارو. بغينا فقط نباركوا لكم العواشر. وهنا عندنا الحلوه ديال الدوازاتين كما كتلاحظوا معايا. راه كنت شاركت معكم مول المحل اللي كاين في السوق الحد اللي كنا خدينا من عنده الحلوه. راه هذه ماشي اول مره كناخذوا من عنده الحلوه، راه شحال من مره خدينا. هادشي علاش قلت نشاركوا معكم، غادي تلقاوه في القناه. وهنايا الصينيه المغربيه اللي ما كتخطى تظهر في العيد ولا في الايام العاديه ولا في المناسبات. نتمنى تقبلوا على هذه المائده وتنال الاعجاب ديالكم. وهنايا غادي نخليكم مع الوالده ديالي تعطيكم التحيات ديال العيد، وخليكم معايا باش تشوفوا التتمه ديال العيد من بعد ما نذبحوا الذبيحه، ونشارك معكم كاع الحوايج اللي غديروا في هذا النهار ان شاء الله. ودابا خليكم مع الوالده. السلام عليكم والداتي بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن والدول العربية كافة، كاع اللي يتفرج في حنان واللي يدعم حنان الله يعطيه الخير ومبارك العواشير. تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحة وطول العمر، والله يوسع في الرزق الجميع والله ييسر لكم الامور. وتعيدوا وتعاودوا بالصحة وطول العمر والله يوسع في الرزق لينا ولكم وليداتنا ووليداتكم وليدات المسلمين اجمعين يا ربي. ودعموا حنان والله يجازيكم بخير. هنا كما كتلاحظوا معايا، هنا دازت مرت العم ديالي، هنا راه عجنت العجينه وقرصتها وخلاتها تخمرت. دازت هنا طيبها في الخباز كما كتلاحظوا معايا. هذا راه الاسم ديالو الخباز، كنقولوا ليه الخباز. وكل واحد كل منطقه واش كيسموه، حنا كنقولوا ليه الخباز. المهم درت فيه العواد وشعلته، ودابا دازت كطيب الخبز كما كتلاحظوا معايا. هنا كما كتلاحظوا معايا ها هو العجينه راه قرصتها وقادتها وخلاتها خمرت ليها، وداز دابا كطيبها كما كتلاحظوا معايا. وغادي نشارك معكم الشكل ديال الخبز كيفاش كيجي في الخباز. خبز طبيعي على الخباز والعواد كيجي هو هذاك. المهم كتدخل الخبزه حتى كطيب من واحد الجهه وكتقلبها طيبها من الجهه الاخرى باش كيطيبوا من 2 جوايه كما كتلاحظوا معايا. هذا هو الشكل ديال الخبز.
وهنا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما ذبحوا الذبيحه هنا دازو كيسلخوا الذبيحه كما كتلاحظوا معايا. نتمنى هاد المقتطفات تنال الاعجاب ديالكم. راه هاد المقتطفات راه كاينه في جميع البيوت. كما كتعرفوا في العيد الاضحى المبارك كتكون الذبيحه كيكون السليخ ديالها كيجيو حويجات اخرين بينهم الغسيل ديال الكرشه نشوطوا الريوس الكرعين بزاف ديال الحوايج اللي غادي نشاركهم معكم في هذا الفيديو كما كتلاحظوا معايا. وهنا كما كتلاحظوا معايا دزنا غسلنا الكرشه نقيناها مزيان غسلنا المصارن. بالنسبه للكرشه كنخلوها هكا كاين اللي كيحيد لي هذيك القشره الفوقانيه اللي كتكون حرشه كيرجعها بيضاء. حنا كنستعملوها هكا كنغسلوها كنقوها مزيان مع المصارن كنديروا بها التقليه او كنديروا بها الكرداس. بالنسبه للكرداس راه كنت شاركته معكم شحال هادي في فيديوهات قدام في القناه. كنت في واحد العيد الاضحى المبارك كنا حضرنا الكرداس وشاركت معكم الطريقه هكا بتعرفوا الطريقه ديالو. دوزوا غير الفيديوهات القدام وقلبوا عليه راه غادي تلقاو الطريقه ديال التحضير ديال الكرداس. صافي هي التقليه ديالنا كما كتلاحظوا مقتطفات اللي كتكون في جميع البيوت. غسلنا هنا التقليه من بعد غادي ندوزو نغسلوا الريوس كما غادي تلاحظوا معنا. من بعد هنا كما كتلاحظوا معايا دزنا نشوطوا الريوس مع الكرعين كما كتلاحظوا معايا هنا في الكانون. هذا راه الكانون سميتو الكانون. المهم راه شعلنا ليه العافيه درنا فيه الفخر والعواد باش شعلناه ودزنا كنشوطوا الريوس مع الكرعين وغادي ندوزو نغسلوهم. هنا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما تشوطوا راه غادي نغسلوهم مزيان ونقوهم. المهم غادي نقوهم مزيان حتى تحيد منهم ديك الكحوله كما كتلاحظوا معايا. من بعد ما شوطناهم تنقوهم مزيان وتخليهم ينشفوا لكم عاد ديك الساعه يمكن لكم طيبوهم. كاين اللي كيطيبهم في نفس النهار وكاين كل مره اش كنديروا بعض المرات كنطيبوهم في داك النهار وبعض المرات كنخليهم حتى شي مره اخرى ونطيبوهم. وهنايا كما كتلاحظوا معايا دزنا هنا نحضروا الغداء. هنا الام ديالي دازت تحضر القطبان. هنا خدات الكبده كما كتلاحظوا معايا طيبتها نص طيبه من 2 جوايه وغادي تدوز تحضر بها قطبان او بولفاف. المهم خدات الكبده كما قلت لكم درت ليها نص طيبه قطعتها مع القلب مع الريه شرملتهم بالعطريه كل واحد كيعرف يدير القطبان ودرت معاهم البصله والقزبور والزيت وداكشي خلطت داكشي كاملو بالعطريه ديالو درتو في القطبان. وهنا غادي تدوز باش طيبهم. بالنسبه للغدا درنا غير القطبان ديال الدواره ودرنا التقليه اللي سمحوا لي نسيت ما شاركتهاش معكم. راه كل واحد كيعرف كيفاش كيطيب التقليه. المهم كانوا هادو هما 2 حويجات اللي درنا في الغداء بولفاف ديال الدواره ودرنا التقليه. بالنسبه للذبيحه راه ما مسيناهاش من الاحسن صحيا الذبيحه ما تنمسش في النهار ديالها ما تاكلوهاش في النهار ديالها خلوها حتى تنشف على خاطرها وترتاح على خاطرها عاد النهار الاخر يمكن لكم تطيبوها وتاكلوا منها. المهم كانت هذه هي المقتطفات اللي شاركت معكم من نهار يوم عيد الاضحى المبارك. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونتمنى تقبلوا على هذا الفيديو وما تنساوش كما كنقول لكم الدعم وتشجعوا القناه هكا بالاشتراك اللي مازال ما اشترك في القناه والاعجاب هكا لا عجبكم الفيديو تخليو شي تعليق على الفيديو. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.